السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا بقالي فتره كده ما سجلتش، كان في ظروف كده الحمد لله. بس انا كان نفسي اسجل معاكم اي فطار كده من فطور رمضان. احنا النهارده حوالي 17 رمضان. عملت النهارده حاجه بسيطه كده قلت نعملها سوا. فطار بسيط كده ولذيذ وسهل ونعمله سوا باذن الله سريع. معلش يا جماعه، انا بقالي كتير ما شاهدتش لحد، بس باذن الله هنتظم وهشاهد باذن الله. و يا رب يعجبكم، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس. ويلا نخش على شوية المكرونة اللزاز دولت وشوية البفتيك الجميل ده، والمخلل ده كنا عاملينه سوا قبل كده. شايفين شكله جميل ازاي؟ يلا مش هرغي كتير ومش هضيع الوقت، ويلا نخش على المقادير ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها النهارده ان شاء الله معانا البفتيك في السريع كده بسرعه بسرعه. معايا ربع كيلو لحمه مفرومه، معايا بصلايه متوسطه قطعتها وعصرتها خالص خالص من الميه، مفيهاش اي ميه خالص. طبعا انا مقطعاها، مش مهم صغيره قوي ولا كبيره، لان انا كده كده هضربها في الكبه. ومعايا اللهم صل على سيدنا محمد بضايه، ومعايا 3 معالق مليانين بقسماط، 3 معالق مليانين على ربع كيلو لحم. بيدي كميه حلوه قوي قوي على فكره، وطعمه بيبقى جميل. اللهم صل على سيدنا محمد. البهارات بتاعتنا بقى، طبعا احنا عشان عاملين ربع كيلو فمش هنحط كميات من البهارات. معايا معلقه صغيره من بهارات اللحمه، معايا كمان معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه من الملح، معلقه صغيره من الملح. وانا كنت حاطه حوالي ربع معلقه كده على البصل علشان ينزل ميته بسرعه، عشان اعرف اصفيه من الميه بسرعه. معايا حاجه بسيطه جدا من الشطه، ودي طبعا حسب الرغبه. واخر حاجه معايا نص معلقه كربوناتو علشان ما تبقاش اللحمه بتاعتها مكتومه كده، تديني طراوه للحمه يعني. هعجن كل المكونات دي في بعضها كويس قوي، وبعدين هضربها في الكبه جامد لما تبقى ناعمه جدا، وبعدين نرجع سوا. اهي يا حبايبي نعمت خالص، ضربتها في الخلاط نعمت خالص وبقت تمام التمام. نعمل ايه بقى؟ جايبه طبق فيه شويه زيت، طبق كده فيه معلقه زيت، امسح بايدي كده واكورها عشان ما تلزقش في ايدي، بس كورها كور كده مش كبيره. اهم طلعوا 12 قطعه بسرعه كده وبسهوله ان شاء الله. هنجيب كيس كده، كيس من اكياس التلاجة ببقى فاتحاه كده، نحطه فيه الواحده، نحطها في النص كده ونقفل عليها ونبططها بايدينا كده. طبعا تبطيء يعني هيبقى شكلها عشوائي كده، البفتيك اساسا بيبقى شكله عشوائي، ما بيبقالوش شكل معين. ناخد من جوه كده ونطلع على بره اهو، وبنسيبها زي ما هي كده في قلب الورقه بتاعتها كده، وبنحطها في قلب الفريزر، ما بنطلعهاش غير لما تجمد تماما تماما. هي مش لازقه ولا حاجه، بس احنا لازم نسيبها في الفريزر تجمد تماما عشان نعرف نتحكم فيها، لانها برضو هي في الاخر لحمه مفرومه. فزي ما هي كده
نعمل مع بعض واحده كمان. اهو نحط الواحده في النص كده ونبططها. اي شكل. ونحطهم كلهم على بعضهم كده، نخلص الكميه كلها وبعدين نوديهم الفريزر. هنا بقى عشان نعمل المكرونه، بصلايه بتتحمر اهيت في شويه زيت، نحط لها معلقه ملح ومعلقه فلفل، نحط لها كمان شويه بابريكا صغيرين، شويه شطه بقى دي حسب الرغبه طبعا، بس الشطه قليله كده، وواحده ماجي بتطعمها كده بتخلي طعمها جميل. قلب البهارات ديت مع البصل، والبصل يعني مش بنحمره قوي، يعني انا بحبها بالبصل كده وما بحبهاش بالثوم. القطه يعني المكرونه بالصلصه بحبها قوي بالبصل. في ناس كتيره بيعملوها بالثوم وكده، بس انا بحبها بالبصل. البصل بيخليها مسكره وجميله. وننزل عليها بكميه مناسبه كده من الطماطم، تكون طماطم حمرا كده وحلوه، او لو كانت مش حمرا قوي بنحط معلقه صلصه. بس نسيبها تتسبك بقى وتاخد راحتها وبعدين نشوفها. بصوا يا حبايبي اهو طلعته من الفريزر اهوت جامد ما شاء الله وكويس قوي. هنا حطيت شويه بيض عليهم شويه لبن وشويه فلفل اسمر كده علشان الزفاره. هدهن كده علشان ما يتكسرش مني، يعني اسهل طريقه نعمل بيها. هدهن كده بالبيض اهو، وهدهنه برده من الوش التاني. وحتى دلوقتي الزيت على النار زيت غزير. هرش عليه شويه بقسماط كده، وهنزله بقى في زيت متوسط، يعني الزيت غزير بس النار هتبقى متوسطه، ونقليه ونشوفه كله مع بعض. زي ما انتم شايفين كده حبايبي. ممكن برضو نرش على الجزء ده كده اللي عملناه شويه بقسماط، وتوطوا بس عليه النار شويه برضو علشان يستوي كويس. وما بطلعش من التلاجة على فكره غير يعني اطلع من التلاجة اتنين اجهزهم كده واطلع 2 غيرهم وهكذا عشان ما تفكش مني. بعد كده هتاكلوا احلى بفتيك في الدنيا. شايفين؟ يا حبايبي المكرونه جميله اهي بسم الله ما شاء الله. نغرف بقى الاكل ونشوفه مع بعض. اهو يا حبايبي ده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده. فطار بسيط ولذيذ وسهل واقتصادي. ويلا كل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على الف خير.